ما يحدث في الأكمنة، وهذه مسؤولية لازم أقولها مظبوط، اسمه التفتيش العشوائي والاستيقاف العشوائي والقبض العشوائي، كله عشوائي في عشوائي كله باطل. ما يحدث في الأكمنة اسمه إيه؟ استيقاف عشوائي، قبض عشوائي، تفتيش عشوائي، كله في البطلان. كله في البطلان. وعندنا 5 أحكام نقض في الحتة دي، هبعتهم لأبو بكر بيه يوزعهم ويدخلهم على الموقع بتاع النقابة، ولكم كلكم تتمتعوا بالحتة دي. أنا بشوف، ويمكن تكون حصلت معايا مرة عشان كنت جاي من البلد ولابس جلابية قديمة كده، تعال خش هات في الحتة دي، دخلت قال ده حصل، تاخد بالك؟ أما يوقفك كده، فين بقى ضوابط الاستيقاف اللي أنا قلت عليها؟ هديك مثالين 3 في الحتة دي من القضية اللي اشتغلتوها. واحد جاي من منوف راكب عربية، طبيب بيطري، دخل مسكوه في الكمين اللي موجود عند أحمد حلمي، وهو داخل أمن الشرطة قال له قف هنا دقيقتين. فالراجل لقى القصة دخلت في نص ساعة. طبيب جماعة القانون دول ما لهمش لازمة بالنسبة له. إيه يا عمي إيه اللي حصل؟ دخل بدأ يعلو صوت على أمن الشرطة، الضابط قال له تعال. الضابط قال إيه بقى؟ وهو داخل من الكمين مسرع، بيقولوا الذهب سعره عالي قوي، يعني الواحد لو بعتي شبكتك هتكسبي جامد. ايه رايك ننزل ونسال في السعر؟ في واحده صاحبتي جايبه لك شغلانه خدمه عملاء ممكن تشتغليها من البيت، هيتساعد في المصاريف لحد ما تصرفي مبلغ متجمد النفع. كلام امك بعد ما صرفتي متجمد النفقه والمؤخر والمتعه، اخوكي محتاج قرشين يكمل بيهم على ثمن الفرح بتاعه، هيبقى يسددهم لك قريب. كنا عاوزين نطلع المصيف السنه دي وابوكي محوش فلوس، ما تعزمينا وفرصه العيال تغير جو. عازمين خطيب اختك هو وقابله الاسبوع الجاي، والفلوس اللي معايا ما تكملش. شوفي لي معاكي 1000 جنيه سلف لحد ما ابوكي يقبض المعاش. عيالك كسروا الانتريه وانا اساسا مصلباه بالعافيه علشان مش قادر اغيره. انت عارفه علاج ابوكي واخد كل المعاش. خطيب اختك زعلان معاها بسبب كلامك اللي قلتيه اخر مره عن الجواز والرجاله، واختك بتقول انك هتخربي عليها وبتعيط. ابوكي حالف ما يكلمكيش لما رديت عليه وقلت له محدش يزعق لاولادي او يضرب. وبنتك المفروسه بتقول لي ايه ما بتحبيش بابا يا تيتا؟ هو كان عمل لك حاجه؟ كلمي المحامي خليه يرفع قضيه زياده النفقه. كلمي المحامي، كلمي المحامي. جاي لك عريس مطلق عنده 55 سنه وعياله عايشين مع امه. جاي لك عريس ارمر ومعاه ولدين. جاي لك عريس بس محوش يجهز، بس عنده شقه وطين وامه هتعيش معاك. كلمت المحامي، لكن في الحته دي قلت المحكمه لازم اناقش. شفتي الشغل اللي جبته لك؟ طليقك يتجوز ويخلف وعايش حياته. كلمي المحامي. انا تعبت منك ومن عيالي وصحتي مش مستحمله. كل الناس جوزت بناتها وارتاحت وانا اللي بختي ميت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا دايما بختي قليل طول عمري كده. أصدقائنا المستمعين، ده حوار بيحصل في كل بيت مصري بعد الطلاق أو أثناء التجهيز للطلاق. يا ريت نخلي بالنا، ويا ريت قبل ما ناخد الخطوة دي نفكر كويس ونعرف إن ده اللي هيحصل لنا. كل ما يتم في الأكمنة كله عشوائي. هبعت لكم 5 أحكام يحطهم لكم هنا على الموقع بتاع النقابة. لكن الحتة دي برضو عاوز أتكلم فيها في التخلي الإرادي والتخلي غير الإرادي. أنا قلت إن الشرط الثاني لصحة التلبس التخلي ماله إرادي. عشان كده في المحاكم دايما يقول لنا سيادة النقيب قضيتك إيه ولا؟ يقول لك ما أن شهدنا حتى ألقى. ما أن شهدنا حتى ألقى. يعني الضابط يقول مجرد ما شافني حط إيده في جيبه وطلع لفافة تخلى عنها، تتبعناها، التقطناها، فتحناها، لقينا، ألقينا القبض والتفتيش. مش كده؟ دي الاسطمبة. التخلي نوعين، إرادي وغير إرادي. خليني في غير الإرادي. حضرتك كنت في حالة تجيز استيقافك، أقول له طلع لي بطاقتك يا ولد، وهو بيطلع البطاقة سقطت منه لفافة، سقطت لفافة. حاجة من 2، أقدر أشوف كن مداخل اللفافة قبل فضها ولا ما أقدرش؟ أقدر قبض وتفتيش تلبس. ما أقدرش أتحفظ على اللفافة، أجري التحريات، أستصدر الإذن، أنفذه. ده المظبوط، ده المظبوط. يبقى في التخلي غير الإرادي بفرق بين كم فرد عندي؟ 2. بإمكانه أن يقف على اللي في اللفافة سلفانية، حالة التلبس قائمة. ورقة بيضاء عادية، مفيش تلبس.
الفرض الثاني التخلي الإرادي بقى. التخلي الإرادي يأخذ حكم الأشياء المتروكة. لو أنت تخليت بإرادتك كده، طلعت اللفافة دي سلفانية أو غير سلفانية وألقيت بها، هذا هو التخلي الإرادي. يبقى يصبح حائزا ومالكا لهذه اللفافة أول ملتقط لها، وليكن مأمور الضبط القضائي، فتحها لقى فيها المادة المخدرة، تقوم حالة التلبس. ده اللي محكمة النقد بتعبر عنه بالسقوط. السقوط اللي هو التخلي غير الإرادي، والإسقاط اللي هو تعمد الإلقاء. واضحة الفكرة دي؟